هلا وحبايب، اليوم وصفتنا بيض وبرجر بطريقة جديدة وهي ضمن الكيتو كلاسيك. وصفة سهلة ولذيذة جدا جدا، أرجو تجربوها ويا ربي تعجبكم. بس قبل لا نبدي بطريقة عمل الوصفة لا تنسون الاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندنا. وهسا أول شي نبدي نجيب بيضتين ونضيف لها ملح وفلفل أسود وقليل من البقدونس المفروم، نخلطها جيدا وبعدها نقليها على مقلاة. نجيب المقلاة على نار متوسطة وندهنها بالزبد، وبعدها نضيف خليط البيض ويفرش البيض بطريقة متساوية بالمقلاة ثم يغطى على نار هادئة. بعدها نرفع الغطاء ونعمل شق مثل ما تشوفون بالفيديو بأحد أطراف قرص البيض. بعدها نضيف برجر ونبدي نشكلها بهذه الطريقة. طبعا أنا هم ضفت بعد سبانخ حسب ما تحبون، أي خضار ورقية، تبدون تلفوها بهذه الطريقة. هسه كملت وحاضرة للأكل ويا رب تجربوها وتعجبكم. ممكن تقطعوها بهذه الطريقة وتاكلوها وألف عافية. يا رب إن شاء الله تعجبكم الوصفة، جدا لذيذة، جربوها وإن شاء الله أشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة بقناتي. باي.